انت تحسي بفلوس الفن؟ الرزق باين اهو. عمرو اديب حاجه اسمها جلال على الهوا، واسر ياسين لها في اخر لحظه. لايك وسبسكرايب، يلا بينا نبدا. اول حاجه عمرو اديب استضاف النجم اسر ياسين والفنانه اسمها جلال، وطلب يسال عن اجرها في الاعمال الاخيره، وفضل يسالها اسئله محرجه عن اعمالها الجايه وعن اجورها، وبيقول لها ان فلوس الفن حلوه، واكيد عنده خلفيه عن ارقامها وعن اجرها 2025 وعن الاعمال اللي شاركت فيها. نازل حسد وقر عليها وسايبها في حالها، وهي وشها احمر ومش عارفه ترد، وكانها تقول له اسكت بقى، وكأنه بيقول لها أنا حياتي كان في 2025 بس آسر ياسين لحقيق الموقف. أغلب أعمال أسماء جلال 2025 شاركت في مسلسل أشغال شقة جدا، 2025 رمضان مسلسل كوميدي عائلي، موسم دراما رمضان بس منجحش قوي زي الجزء الأول. أسماء جلال جسدت دور ياسمين في الجزء الثاني من العمل، شاركت البطولة مع هشام ماجد، شيرين، مصطفى غريب. وجدير بالذكر إن العمل إخراج خالد دياب، تأليف شيرين وخالد دياب. مفيش أرقام معلنة عن أجرها الحقيقي، أما عن عملها الثاني 2025 وفيلم كوميدي عنوان فيها ايه يعني، فيلم رومانسي مع ماجد الكدواني واسماء جلال على وشك الانتهاء من فيلم شمس الزناتي بطولة محمد إمام. أما عن تقديرات أجر الدخل 2025 الأجر الرسمي غير معلن. الصحافة والإعلام في أرقام مش عارف صحتها، إنها بتتقاضى $580,000 $830,000 سنويا، يشمل ذلك إيرادات على الإنترنت وغيره ووزارة الوزراء. الأرقام دي مش بس أجر أعمال في السينما والتلفزيون، تشمل كمان المنصات. التقديرات دي غير رسمية. شاركونا رأيكم، لايك وسبسكرايب نستمر في تعليم الأفضل. انا الحمد لله ما سالتش السؤال ده، مش عارف ايه الرد دي.